السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة الحياة مع أميرة الكون. وحشتوني طبعا كالعادة. النهاردة هنعمل أحلى أكلة مصرية، مفيش بيت مصري ما بيعملهاش. هنعمل ملوخية الخضراء ورز بالشعرية، وهنعمل فراخ مشوية. ألف هنا وشفا. حطي اللايك كده، وألف هنا وشفا طبعا اللي هيجرب الطريقة، وحطي اللايك وكومنت حلو عشان يشجعنا. ولو أول مرة تشوفي القناة اشتركي فيها عشان أي فيديو نزله جديد إن شاء الله يوصل لك إشعار بيه. هنا الشوربة طبعا زي ما انتم شايفين. هنحط المية، نحط بصلتين، ملح، فلفل اسمر، ومرق الدجاج. هتطلع احلى شوربة. هنا كنت غاسلة الفراخ، كنت طبعا بعد ما غسلتها كويس حطيت لها ملح، بعد كده شطفتها تاني. هنا الملوخية بعد ما قطفتها غسلتها غسلة حلوة جدا جدا، يعني كتير قوي، تسيب المية جارية عليها لحد ما تحسي ان الملوخية بقت زي الفل بالشكل دوت كده. هتقعدي تغسلي لحد ما تبقى زي الفل، تحسي اللي هي خلاص نضفت. ولما صلي على النبي، والميه نازله نضيفه زي الفل. طبعا بقى هسيبها تتصفى. زمان كنا بنحطها في الشمس، عايزه تحطيها في الشمس طبعا حطيها، بس انا بقى بحطها كده في المطبخ في الصفاية تتصفى خالص، ما بحطهاش في الشمس بصراحه. زي ما انت شايفه نقعدوا نغسل فيها. عايزه اقولك الرز بالشعريه لما تقلبيه وخلاص دخل في السوا، يعني خلاص هو كده فاضل له يجي 10 دقايق. ما تسيبوش على النار، اطفي عليه وحطي له معلقتين شوربه، يا اما معلقتين ميه. طبعا معلقتين ميه يعني يعني يا اما مغرفه، يعني مغرفه شوربه، يا اما مغرفه ميه. وتطفي عليه البوتاجاز وتغطي الرز. باقي ال10 دقايق هيسوي نفسه بنفسه، ولو لازق في القعر الرز كله هيطلع، مفيش هيبقى فيه اي حاجه لازقه في قعر الحله. هنا حطينا شويه زيت، حاجه بسيطه زي ما انتم شايفين، وحطينا الشعريه حمرناها. ولما توصل للون اللي احنا عايزينه هتروحي حاطه الشوربه. انا بعمل الرز بشوربه. مادام عندي الشوربه بحط الشوربه بصراحه. هنا بكون سايبه الملوخيه تتصفى، ودقيت هنا الهون التوم في الهون زي ما انتم شايفين. ولما صلى على النبي، هنا طبعا الشعريه اتحمرت. وبعد كده خدت ان انا كنت صابره شويه على الشوربه. بعد كده رحت ساقيه الشعريه بالشوربه. طبعا لو كوبايتين رز ونص كوبايه شوربه، يبقى هتحطي كوبايتين ونص من الشوربه. لو 3 كوبايات رز هتحطي 3 كوبايات شوربه. اهم حاجه على قد الرز تحطي على قده شوربه بالظبط. بس لو هنحطي شعريه هتحسبي الشعريه وتحطيها. تمام زي ما قلت لكم بالظبط. عايزه اقول لكم الطريقه دي بتخلي الرز مفلفل وطعمه تحفه، هتشوفوا في اخر الفيديو ان شاء الله. هنا كده بقلبه، واول ما يغلي هروح موطيه عليه، يا اما هنقله لعين صغيره. هنا كان خلاص، كنت خلاص بقى شويت الفراخ. هنا كده وطيت عليه وخلاص وسويته. وهنا الفراخ كانت اتشوت. وهنا الملوخيه احلى لون ملوخيه هتشوفيه، الملوخيه الخضراء طعمها تحفه. وهنا رز مفلفل طعمه كان حكايه. والف هنا وشفا اللي هجرب الطريقه. سيبتكم في رعايه الله. وما تنسيش بقى تحط اللايك وصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين.